في الأسبوع التاني بقى من خطة تحسين محركات البحث هنركز إزاي موقعك يجيب عملاء عندهم نية شراء فعالية وتفهم السوق اللي أنت فيه كويس عشان تبقى دايما سابق بخطوة. هتلاقينا بنركز قوي مع المنافسين وإزاي نختار الكلمات البحثية الهامة. يعني إيه بقى كلمات بحثية؟ يعني كلمات العميل بيكتبها على محرك البحث عشان يوصل لمشروع في منطقة معينة أو تفاصيل مشروع بعينه. أول خطوة لازم نعملها إن إحنا نعرف مين المنافسين بالظبط، نحدد المنافسين بتوعنا مين. هنبحث في جوجل، هنستخدم أدوات مجانية ومدفوعة، هنشوف مين بيظهر في أول 10 نتائج. المهم إن إحنا نحدد عدد المنافسين، نكتشف هم بيشتغلوا إزاي وإزاي نقدر نتفوق عليهم. تاني خطوة بقى مهمة جدا جدا هي تحديد وتحليل الكلمات المفتاحية أو البحثية. إحنا مش بندور على أي كلمات وخلاص، إحنا بنصطاد الكلمات الطويلة اللي إحنا بنقول عليها long tail keyword. يعني إيه الكلام ده باختصار؟ يعني العميل اللي دخل يكتب شقق للبيع ده عميل بيتفرج مش بيشتري. العميل اللي دخل كتب شقق للبيع في التجمع الخامس ده عميل بيفكر يشتري وبيقارن. في بقى عميل بيقول أنا عايز شقق تقسيط في بالم هيلز التجمع الخامس أو في مشروع ما في التجمع الخامس، ده عميل بيفكر يشتري وعارف هو عايز إيه وعايز يشوف الحاجة اللي تناسبه عشان ينفذ على طول. إحنا بقى في الخطة بتاعتنا بنشتغل على اللي بيفكر ويقارن واللي عنده نية الشراء وعارف هو عايز يشتري فين. إزاي؟ إنك تبقى موجود في أول 3 نتائج. أول ما يكتب على طول أنا عايز أشتري شقة فلانية بالمواصفات الفلانية في المشروع الفلاني. في شركات بقى عقارية كبيرة جدا وناجحة جدا وعندها خطة تسويق على أعلى مستوى ما بتكتفيش بتحديد وتحليل الكلمات المفتاحية، بيعملوا حاجة اسمها مقارنة للكلمات اللي موجودة عند المنافسين. بيشوفوا إيه بقى الكلمات اللي موجودة عندهم، بيحددوا مثلا 5 منافسين ويشوفوا إيه الكلمات اللي هم بيستخدموها عشان يجيبوا عملاء عندهم نية شراء وبيشتغلوا عليها. طيب إيه بقى الكلمات المهمة اللي هم مش بيشتغلوا عليها بحيث إن أنا أتميز عليهم فيها؟ في شركات تانية بتهتم بالكلمات الاستفهامية. دي بقى الأسئلة اللي الناس بتسألها وهي بتدور على عقار. مهمتك إنك تعمل لهم محتوى بيجاوب على الأسئلة دي. ليه؟ عشان تبقى مصدر ثقة ومرجع ليهم في أي قرار شراء. مثلا حد داخل يكتب أنا عايز أفضل منطقة للاستثمار في العاصمة، اعمل له مقال واعمل له محتوى بيجاوب على السؤال ده. في حد داخل بيقول يا جماعة أسعار الشاليهات إيه في الساحل الشمالي 2025، اعمل له مقارنة ما بين 5 قرى أو 5 مشروعات في الساحل الشمالي وجاوب له على السؤال ده. آخر مرحلة في الأسبوع الثاني من خطة تحسين محركات البحث هي هتبقى ترتيب الكلمات حسب عمليات البحث. الناس بتبحث عن الكيورد دي 1000 مرة في الشهر، 3000 مرة في الشهر، 10000 مرة في الشهر، وحسب المنافسة. هل المنافسة قوية على الكلمة دي ولا متوسطة ولا ضعيفة؟ وده ليه؟ عشان نجيب أحسن نتيجة بأقل مجهود ممكن. صدقني لو طبقت الكلام ده على الموقع بتاعك ومشروعاتك الموقع هيبقى في حتة تانية خالص ونوعية العميل هتفرق معاك. يبقى احنا الأسبوع الأول كنا بنجهز الموقع، الأسبوع التاني بقى دخلنا السوق وبندور على العملاء اللي عندهم نية شراء فعلية. لو مشيت معايا للآخر هتشوف الموقع بتاعك في الصفحات الأولى بيجيب عملاء أكتر في وقت أقل. خليكوا بقى معانا الأيام الجاية عشان هنشرح كل اللي احنا قلناه ده خطوة بخطوة.